يا صباح الفل. النهارده هنتبل الفراخ بطريقه سهله وبسيطه وهتطلع معاكي حلوه جدا جدا. انا معايا اول حاجه فرخه قطعتها 4 وغسلتها وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله. اركنها بقى على جنب. بس اهم حاجه انا هفتح كل قطعه فتحتين كده زي ما انتم شايفين بالسكينه، بحيث ان التوابل تدخل جواها. دي حركه مهمه جدا في الفراخ. معايا طماطمتين ومعايا بصلتين وفصين من التوم، ملح وفلفل وكمون، توم باودر وبصل باودر ومعلقتين صويا صوص زي ما انتم شايفين. هضرب كل ده في الخلاط بالتوابل واحط نص الكميه تحت، وبعد كده احط الفراخ واحط نص الكميه من فوق زي ما انتم شايفين. واهم حاجه ادعكها بايدي كويس جدا عشان التوابل تدخل في الفتحات اللي انا عاملاها. على الوش بقى معلقه صويا صوص ومعلقه زيت وادخلها الفرن يا جماعه. ومفيش بالظبط 40 دقيقه وطلعت معايا بالعظمه دي. عملت شويه كده سلطه جنبها ورز حبه وحبه. وتعالوا نطلع بقى ونشوف الجمال. شايفين اللون؟ واخده لون حلو جدا جدا. وانا عارفه ان الطعم ان شاء الله لو جربتيها بنفس الطريقه كده، انا عايزه اقول ان شاء الله هتبقى دي طريقتك المفضله.